لانه انا اساسا ما عندي اعتقاد بانه هنالك شيء اسمه السينما العراقيه، لا توجد في مصطلحات السينما العالميه او العربيه شيء اسمه السينما العراقيه. هنالك صناعه فيلم عراقي، هنالك افلام عراقيه. ما انتجه العراق من افلام سينمائيه منذ 100 عام اذا صح التعبير، او نقول 90 عام، هي ما تنتجه هوليوود في 20 يوم للاسف الشديد. يعني ما انتج العراق في 100 عام او 90 عام تنتجه هوليوود في 20 يوم فقط. نبذه بسيطه عني حتى ندخل في موضوع الافلام اللي جايين نشوفها. انا ما احب احكي كثير. للي ما يعرفني انا جمال امين. بديت بعملي مع السينما في العراق او الفيلم العراقي بوقت مبكر جدا، عندما كان عمري 17 سنه. اختارني المخرج الرائع الاستاذ قاسم حول بطلا الى فيلم بيوت في ذلك الزقاق، وكان معي في هذا الفيلم الاستاذ علي فوزي، مثلنا انا وياه في ذلك الوقت، صديقي وزميلي واخي الكبير استاذ علي. بعد ذلك من نجحت التجربه، يعني نجحت انا كممثل في فيلم بيوت في ذلك الزقاق، توالت علي الادوار، يعني قاموا يعطوني ادوار كثيره جدا. فبعدها مثلت 3 افلام سينمائيه: فيلم اللوحه اخراج كارلو هرتيون، وفيلم البندول اخراج كارلو هرتيون، وفيلم اسمه تحت سماء واحده الى مخرج اسمه منذر جميل. وهذه كلها افلام سينمائيه. بعد ذلك منحت فرصه كبيره جدا كي امثل في مسلسل الذئب وعيون المدينه في دور عطيه ابن الممثل الفنان سامي عبد الحميد وفاطمه الربيعي، وكان عمري يعني ذاك الوقت صغيرا. بعد ذلك تخرجت من معهد فنون جميله وذهبت الى اكاديميه الفنون جميله، وكانت الحرب العراقيه الايرانيه يعني اشدها. هربت من العراق، رحت الى الكويت، كانت اقرب دوله ممكن ان اهرب لها. عشت في الكويت حوالي 10 سنوات الى ان صار الاحتلال العراقي للكويت. في الكويت عملت مخرجا مع مؤسسات كثيره، واهم مؤسسه اشتغلت معها هي مؤسسه البيت الاعلامي لصاحبيها الدكتور فاق الحكيم والاستاذ زهير الدجيلي. بعد ذلك رجعت مع من رجعوا الى العراق مجبرا. الايراني يبيعها رخيصه، والطماطم السوريه تنباع رخيصه. قلت له عقول اشرب من عندك السوريين والايرانيين، لانه يعني يجيبوها من هناك، يعني من ايران ويجيبوها للعراق. كم تاجر وكم وسيله نقل تمر، وده يربح، ده يبيعها مثلا نقول كيلو طماطم $1. الفلاح العراقي اللي يبيعها ب$3 حتى يعتبر نفسه يا اما ما يشتغل. شلون يعيش اذا؟ ها؟ شلون ده يعيش هذا الفلاح العراقي؟ عايزك قاعد مو قال لي يشغل اولاده بالشرطه بالجيش، يعني ياخذون رواتب وخلاص. رواتب قسم ما عايشين. اي ما ادري اذا بس ما عندي شيء ملاحظه على انه بالعربانه يعني كان جمال امين ممثلا يعني اكثر او ترك بصمه معينه. حكى عنا المخرج بعشير. المخرج يحكي طبعا كيف يعني رغم انه ماكو اي حوار يعني. هاي الصعوبه انا عجبني بالعربانه اللون الاسود واللون البالونات والاعلام شو وصلتك الفكره مو المستقبل؟ يعني هذا الشيء يعني هنالك حلم، يعني احنا حلمنا مع الاطفال يعني الطفل. لما حتى البدايه كان اسود وابيض، هو اسود وابيض وبعدين والاحلام ملونه، لان احنا هو كان مقصد فقط عند الاطفال البالونات. بالبدايه طلعتوا اعلام، فقلت شنو يريد يقول لنا؟ يعني هذا مصير العراق؟ نيأس نبعد النار نموت هنا وندفن هنا. والله بس من طلعت الصغار بالاخير طبعا لا هو هذا يحقق، ولازم احنا يعني الجمهور مالتك لازم نتفرج على فيلم وانت همينه حالك حال السياسي، حالك حال الناس العاديين، تحكي بنفس الطريقه، العاد ما عندك دور. احسن لك تروح تقعد ببيتك. بس صح. بارك الله بيك الفيلم مالكم كلش حلو واثنيناتهم حلوين، والاول جدا عجبني لان هاي الرتابه اللي انا هسه رجعت من العراق، وهذه كانت مشكله اصليه، تدخل باي بيت تصير مجاميع، كل واحد يروح على كتله وتصير وتبدي الخرابيط وتبدي البلطه الفشار والمسبه والمدري شنو. اذا اكو كبير بيناتهم يسكتهم، اذا ماكو كبير الله يساعدنا للصبح. انا على فكره مره شفت فيلم روسي يعني ايام الاشتراكيه في التحسبات السابق، فيلم تقريبا يعني طوله ساعه ونص بغرفه، ومحاكم يعني النقابه قاعد تحاكم عامه فقط، قاعدين بغرفه. يعني الفيلم من بدايته هو الى نهايته ساعه ونص،
هو محاضره حزبيه بالاحرى، بس هو فيلم سينما عرض بشكل تجاري وعرضوه في بغداد. انا شفته في بغداد هذا الفيلم. يعني هكذا السينما انا اعتقد بالنسبه لي طيور مال بيرت لانكستر. طيور مال بيرت لانكستر يعني القصد انه هنالك افلام السينما بالنسبه لي انا كجمال امين اعتبرها وسيله من وسائل التغيير، هي مو ترف، احنا مو هوليوود، احنا ما وصلنا. العراق بحاجه الى فعل حضاري، فعل ثقافي، فعل سينمائي. السينما هي احد وسائل التنوير، احد وسائل التغيير اعتبرها. فلهذا نحاول ان نحمل هاي الافلام اللي موجوده عندنا، هي افلام قصيره، نحملها قد تكون اكثر من طاقتها في سبيل ان نصل الى الافكار اللي نطرحها للمجتمع العراقي، لان العراق لا تنقذه سوى الثقافه حقيقه، لان الثقافه بالعراق معدومه. شفتوا الشارع العراقي ماذا تسيطر عليه يعني في كل الاحوال. اقول لك جمال، لفتت انتباهنا شغله انا واستاذ كريم، انه هذول المجموعه اللي جابوا جنازه شو تركوها ومشوا. اي شنو هاي الترتيب بالعراق يعرفون جنازه وسبحانه وتعالى يدفنها شنو؟ لا هو يعني هاي فطاسيات هذه ما هو اولا يعني، وبعدين هم تركوها الى المكان اللي هو يم الامام، هذا ضريح، وهذا ضريح حقيقي يعني مو باين. الامام يدفن هذا يعني يم الامام هناك يعني يجي دفان على اساس غير يدفنها، هم يعني وصلوها هناك. يعني تبقى العمليه عمليه سينما يعني ما فيها واقعيات. يعني كثير من الامور اللي سواها هذه قد ما نسال عليها، ليش؟ لانه هو ما عالج الموضوع مالته المعالجه التقليديه، يعني فيها كثير من الرموز. فهو جاب التابوت خلاه عند هذا الضريح اللي موجود، وضريح الى سيد ياسر هناك موجودين، فعافى هناك على اساس انه الدفانه يدفنوا، او احنا شلناه بعدين اخذناه حتى نوديه الى هذه، يعني ما طلع تفاصيل الاخرى، فاحنا شلناه بالعربانه نوديه الى الدفن. يعني جندي مهزوم، والعراق وشنو جندي مهزوم، قائد عربي مجنون، وبيناتهم تابوت. هذا العراق صار له 40 سنه بهالشكل هذا، كل قوادنا مجانين اللي هم اني، وجندينا بالاخير قاعد في نهايه العرب هو جندي مهزوم. يعني كل حروبنا اللي دخلنا فيها، الحروب الطاحنه هي حروب احنا مهزومين فيها، حتى لو انتصرنا ما لا يوجد منتصر في الحرب. وبالنص اللي ما بين القائد وما بين الجندي هو هذا التابوت اللي هو العراقي الان اصبح موضوع موت يعني. اعتقد امسيه ممتعه يعني، نشكرك عليها بصراحه. اليوم المقهى الثقافي في لندن عمل هذه الامسيه، واني الحقيقه سعيد بها وسعيد بهذا الجمهور الجميل اللي اجى وتابع الافلام اللي عرضناها. عرضنا اليوم 3 افلام، فيلم فيروس، وفيلم العربانه للمخرج الصديق هادي ماهود ومن بطولتي، وكذلك فيلم اللقالق. فيلم فيروس اللي دائما يثير إشكالية، هو فيلم يتحدث عن الحرب الطائفية التي حصلت في العراق ما بين عام 2005 و2007، وهو ببساطة شديدة جدا يتحدث عن مجموعة من الأصدقاء يذهبون في رحلة في الدنمارك، وأثناء هذه الرحلة تثار مشاكل فيما بينهم بالرغم من صداقتهم العميقة والقديمة. هذا يتكلم عن هذا أنه كردي، وهذا يتكلم عن هذا أنه عربي، وهذا يتكلم عن هذا أنه شيعي أو سني، وهذه التسميات الحديثة التي دخلت إلى المجتمع العراقي، وفي النهاية يختلفون في موضوع معينة. والفيلم يتحدث بهذا النفس عن الحرب الطائفية في العراق، وسميته فيروس لأنها حقيقة هذه الأشياء دخيلة على المجتمع العراقي، وهي يعني تشكل فيروس على المجتمع العراقي، والفيروس لا ينمو إلا في المستنقعات الراكدة. هذه القضية التي حاولت أن أطرحها من خلال فيلم فيروس. أما في فيلم اللقالق اللي هو إنتاج دنماركي، كذلك فيلم يتحدث عن العنصرية الموجودة في داخل المجتمع الدنماركي اتجاه الجيل الثاني من المهاجرين. إذا آمنا بأني أنا من مشاكل كبيرة جدا في عملية الاندماج مع المجتمع الدنماركي والمجتمعات الأوروبية، لكن الجيل الثاني هو جيل جاهز وهو جيل مندمج مع المجتمع الأوروبي، لكنه يعاني معاناة كبيرة جدا نتيجة هذه التصرفات العنصرية الموجودة من قبل القانون، مو القانون عفوا، من المجتمع الدنماركي، من بعض الناس الموجودين في المجتمع الدنماركي، وكذلك من قبل أصحاب العمل الموجودين في هذه الدول.
الدول. فيلم اللقالق هو فيلم قصير، روائي قصير جدا، سيناريو وإخراجي عملته في عام 2010 في الدنمارك، وهذه هي تجربتي.